لو انت عايز اولادك يكرهوك ويكرهوا بعض ويكرهوا نفسهم اعمل الحاجات دي. اول حاجه، قارنهم باي حاجه بقى. قارنهم ببعض، قارنهم بزمايلهم، قارنهم بنفسك وانت في سنهم. ده يا ابني وانا في سنك كنت بس بشتغل 20 ساعه. تاني حاجه ان انت تحب واحد بس او تميز واحد بحبك عنهم. واحد هو اللي تحبه قوي، هو اللي تديله كل حاجه، تفضله عن الباقي. تالت ورابع حاجه ان انت ما تسمعهمش ابدا. انت دايما الصح وانت رايك هو اللي يمشي، حتى لو كل ما حدش في البيت عايز يعمل حاجه دي اي ما كانت بقى. رابع حاجه بقى ان انت تتجاهلهم دايما. ما تتكلمش مع حد فيهم، ما تردش عليهم وانت قاعد ماسك تليفونك. حد يقول لك حاجه او حد يقول لك حاجه مش فاضيه مش عارف ايه. خامس وسادس حاجه بقى ان انت تقلل من اهتماماتهم وتقلل منهم عموما، من اي حاجه بيعملوها ومن اي حاجه هم عندها. سادس حاجه بقى ان انت ما تعبرش عن حبك ليهم وكذلك العكس. اخيرا وليس اخيرا بقى سابع حاجه ان انت ما تصلحش بينهم وقت الخلاف. ان انت تسيبهم، عارف ان هم بيتخانقوا وعارف ان حد غلطان، لا سيبهم مع بعض، يعني ما تتدخلش. او ان انت تيجي على واحد في صف واحد على حساب التاني. غالبا بيكون الابن او البنت اللي انت او اللي انت بتحبيه يعني. تامن حاجه بقى ان افتكر دايما دايما ان الزعيق والشخيط والشتيمه وان انت تقلل منهم، الحاجات دي هي الحل الامثل بالنسبه لك طبعا. ان انت تسكت البيت وتحل اي مشكله من غير صداع.